السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أصابع الكنافة بالنوتيلا بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده. هنجيب معانا نص كيلو من الكنافة، وهنفرد الكنافة بتاعتنا بشكلها الطولي، يعني مش هنقطعها ولا هنكسرها زي ما بنعمل الصواني. هنفردها على شكل شرايط بحجم مثلا 10 سنتي، وهدهنها بالزبدة. هيكون جنبي طبق فيه زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهدهن بيها صوابع الكنافة بتاعتي طبعا، او الشرايط اللي انا هعملها بشكل الصوابع اللي باينة في الصورة دي. هدهنها بالفرشة بالزبدة، وبعدين هلفها على حاجة اسطوانية بحيث تديني الشكل اللي طالع معايا في الصورة. هلف بقى كل الكمية اللي عندي بالشكل ده، وبعدين احطها في الفريزر لمدة 5 دقايق او 10 دقايق لحد لما احس انها جمدت شوية. بعد كده هكون مولعة الفرن على الشواية، وهحط صوابع الكنافة بتاعتي بعد ما خرجتها من الفريزر. هحطها في الفرن تحت الشواية لحد لما تاخد اللون الذهبي ده. هتاخد معاكي من 5 ل7 دقايق تحت الشواية، هتديكي اللون الذهبي اللي انت شايفاه في الصورة. بعد كده تطلعيها من الفرن وتسيبيها لحد لما تبرد. وهنكون مجهزين الشوكولاتة النوتيلا، سواء انت شارياها جاهزة او عاملاها في البيت. وطبعا مقاديرها احنا عارفينها وعملناها قبل كده مع بعض. هقول لكم بسرعة مقادير بتاعة الشوكولاتة السايحة في البيت او الشوكولاتة النوتيلا. هتجيبي فنجان من الكاكاو، وقده فنجان من السكر، وفنجان من الزيت، وفنجان من اللبن. كده عندنا 4 مكونات هتضربيهم في الخلاط، نفس المقادير بالظبط بنفس الفنجان. 4 مكونات: الكاكاو، الزيت، اللبن، والسكر. وهتضربيهم في الخلاط كويس جدا مع بعض لحد لما يدوكي القوام بتاع النوتيلا. هتحشي بقى صوابع الكنافة بتاعتك لما تبرد بالنوتيلا، وبعد كده تكوني محضرة الشربات. طبعا شربات متوسط، مش تقيل ولا خفيف. مقادير الشربات كلنا عارفينها: كوباية من المية مع كوباية من السكر مع عصرة ليمونة وشوية فانيليا. هتعملي الشربات. طبعا الكنافة احنا دلوقتي حشيناها وسبناها على جنب. لما يجهز الشربات هتسيبيه لما يبقى دافي، وبعدين تروحي موزعاه على الكنافة، وبالهنا والشفا.